لو أرنب وفرخة اتجوزوا يا ترى يطلع لهم طفل شكله إيه؟ في حفلة الحيوانات أرنب وسيم وقع في حب فرخة شكلها طيب من أول نظرة، ما حسبوهاش ولا فكروا في كلام الناس وكسروا كل التوقعات. ومن اليوم ده الأرنب والفرخة عاشوا مع بعض في نفس القن. في تالت يوم جوازهم أول بيبي ليهم فأس من البيضة، عينيه الكبيرة دوبت قلب ماما وبابا والتلاتة حضنوا بعض حضن دافي. في عيد ميلاد الأرنب الصغير الرابع أهله فاجئوه بتورتة جزر. وبعد اليوم ده كان هيبدأ يروح المدرسة لأول مرة بشنطته، وقلب أهله كان مليان فرح وقلق في نفس الوقت. في الفصل الأرنب الصغير اتخانق مع المدرسة عشان كان بيكتر كلام وبيتحرك كتير. التوبيخ قدام زمايله خوفه قوي، وفجأة حس بمعدته غريبة، قام مبيض بيضة ملونة في الفصل. العيال كلها انفجرت ضحك. بعد المدرسة الأرنب الصغير كان راجع البيت وهو متضايق. فجأة خنزير وابن عرسي طلعوا له من العدم، اتخض تاني ومبيض بيضة ملونة كمان وجري وهو مكسوف. لما وصل البيت تجاهل محاولات أهله يطمنوه وقفل على نفسه الأوضة، مش فاهم هو عمل إيه غلط، وابتدى يزعل من أهله. ليه جابوا واحد غريب زيه للدنيا؟ تاني يوم الصبح أهله فتحوا الأوضة وما لقوش غير بيضة ملونة سايبها وراه، وكان هرب من البيت. الأرنب الصغير كان ماشي على غير هدى، تايه ومش لاقي معنى للحياة. فجأة بنت صغيرة قربت منه، اتخض تاني ومبيض بيضة كمان. البنت اكتشفت موهبته الغريبة، كل ما يتوتر يبيض بيض. في وقت قصير الأرنب الصغير بقى في كل الأخبار والشركات الكبيرة بتتزاحم عشان تمضي معاه. الأرنب الخجول اتحول لنجم سوبر ستار في ليلة واحدة وركب موجة الشهرة والفلوس. أهله كانوا متابعين أخبار ابنهم على التلفزيون، شايفين كل خطوة بيعملها. وفي الآخر الأرنب الصغير افتكر أهله، ساب كل حاجة ورجع البيت. في اللحظة دي فهم بجد يعني إيه بيت، وبطل يهتم الناس بتقول عليه إيه.